كالعادة وزي كل سنة اللحظة المنتظرة. احساس برضو عارم بالفرحة ان انا خلصت من التلاجة من ورا قلبي والله. يعني اول يوم ده بالنسبة لي بيبقى احاسيس كده مختلطة مع بعض، اللي هو ايه ده هيسيبوني، طب مين هينقر فيا، طب متعودة على وجودهم معايا في كل حاجة في البيت، بس فجأة كده الاقي البيت فاضي وهم في مدرستهم وانا قاعدة لوحدي وجوزي في شغله طبعا. ف بس لكن النهارده طبعا احنا هنفضل هنروح نفطر الاول وبعد كده نشرب القهوة بتاعتنا ونرجع بقى نكون ايه، هم قربوا ميعاد المروح بتاعنا بس. وربنا ما يقطع لنا عادة ابدا يا رب، وعقبال يا رب نوصلهم الجامعة ويفرحكم كلكم يا رب بولادكم وتشوفوهم زي ما تتمنوا. مش عايز تقول حاجة يا عمرو للذكرى؟ كل سنة وانتم طيبين. يا صباح الفل والياسمين، يا صباح المدارس والنشاط والحيوية، عاملين ايه يا حلوين؟ اكيد مطحونين. كل سنة وانتوا طيبين، وان شاء الله يكون عام دراسي سعيد كده ويجعل تعبنا يا رب في ميزان حسناتنا، ويجعله بفايدة وخير لكل ولادنا، ونشوفهم زي ما قلبنا بيتمنى واحسن كمان ان شاء الله. هنا الروتين بتاعي بدأ من الساعة 5 فجرا. قمت كويت الهدوم لان انا ما كنتش كوياهم قبلها علشان كنت بعمل لهم بيتزا وميني بيتزا. خلصنا كوي الهدوم، دخلنا على مرحلة تحضير اللانش بوكس. جبت لهم بقى شوية حاجات كده لذيذة كوتي موتي كده زي ما انتوا شايفين لللانش بوكس بتاعنا. جبت لهم شوك للفاكهة وعلب للفاكهة وقطعت للفاكهة وقطع كمان للخضار عشان اقطع لهم خيار جزر اي حاجة فيما بعد. يعني اللانش بوكس بتاعنا النهاردة ما فيهوش خضار، فيه فاكهة وبيتزا وميني بيتزا. زي ما انتم شايفين كده الشوك بتاعت الفاكهة دي عجباني قوي قوي، ومعمولة على شكل ايد كده، عاملة علامة النصر وعلامة معرفش ايه وشغل عالي يعني كده. يا جماعة احنا ما كانش في على ايامنا الحاجات دي ليه؟ احنا ليه ما تدلعناش الدلع ده؟ انا عيالي انا بقول لهم انا عايزه ارجع ابقى طفله معاكم، وعادي هعمل لكم برضو كل حاجه، يعني اعمل بس ايه، اعيش معاكم الطفوله اللي انا اتحرمت منها. طبعا احنا ما كانش في على ايامنا الحاجات دي، يعني احنا كان اخرنا ان السندوتشين ولا الثلاث سندوتشات ولا الاربعه يتحطوا في كيس سندوتشات، ولو كيس السندوتشات ده ضاع يا ليلك يا سواد ليلك يا فخري، يا ليلك يا سواد ليلك يا فخري لو كيس السندوتشات ضاع. امنا اتعلقنا على طول. وكان بقى الجميل في الموضوع ان هو رغيف الفينو يبقى مقلبص. بابا كان بيجيب لنا من انضف فرن عندنا في حلوان، ابن لقمان ده يعني الله يمسيه بالخير. هو قفل دلوقتي وبنوا مكانه عماره. اللي من حلوان طبعا هيعرفوه. المهم كان يجيب لنا احلى فينو واحلى باتيبان والباتون ساليه والشغل العالي ده. طبعا على ما يجي الفسحه بتكون الشنطه تم دعكها، والكيس طبعا السندوتشات الفينو بتتحول لعيش بلدي. هتقولوا لي ازاي؟ اقول لكم والله العظيم بقدره قادر. طبعا من كتر الدعك اللي بيحصل في الشنطه، الرغيف الفينو المكلبز بيتفرد بيبقى رغيف عيش بلدي. والهنا الحمد لله كانت طفولة جميلة مشردة لذيذة. وكان صحابي لما كنت اروح مثلا بالفلامنك ولا بالريك فورد يقولوا بنت الزواد قوي، يقعدوا يتريقوا عليا، وانا والله العظيم على الله حكايتي يعني، بس هو ابويا كان بيدلعنا شويه. هنا بقى قطعت لهم الجوافه على شكل سلايس كده، وعملتها بشكل النجم زي ما انتم شايفين، وحطيت لهم الشوك بتاعه الفاكهه اللي انا عايزه اصلا اقعد اكل بيها الفاكهه. يا ولادي اللذينه يا ولادي اللذينه، انتوا بتعيشوا حاجات الواحد نفسه هيموت ويعيشها. وهنا سولي حطيت له الفاكهه بتاعته في اللانش بوكس اللي هو التبر واي ده، ولا مش عارفه اسمه ايه. مهم يعني ان هو كنت جايباه والله بالشيء الفلاني. وعملت بقى العلب الصغننه دي، حطيت فيها ايه، حطيت فيها سناكس كده، بسكوت صغنن. البسكوت ده هنشوف منه مفاجآت، بس مش عايزه احرق لكم الموضوع. خلوا الفيديو كده ينزل وتشوفوه بتشوق كده. حطيت هنا برضو البسكوت ده. ودي الميني بيتزا اللي انا سهرت عليها اليوم اللي قبل المدارس. واحنا كان يوم التلات بداية لكل الصفوف عندنا، فوديتهم كلهم يوم التلات، ما وديتش حد يوم ويوم، هو السبت بس وديت سليم علشان كان عنده حفلة استقبال. ويوم التلات بقى وديت كله. حطيت هنا الكيمو ده لانش بوكس بتاع كيمو الاصفر ده، وحطيت له كده 5 ميني بيتزا حلوين. والميني بيتزا ما شاء الله معموله بالسوسيس واللحمه المفرومه والبسطرمه، انا هتشبعوا. وكمان مديهم مصروف مع الفاكهه مع البسكوت مع الحلويات الصغنونه دي، يعني ايه تمام التمام.
وهنا بقى ده اللانش بوكس بتاع لوجي. طبعا اللانش بوكس لونه بينك، فلازم هنختار العلب بتاعه الفاكهه والسناكس تكون لونها ايه؟ بينك برضه. حطيت لها هنا برضه شويه عنب، وهنحط برضه سناكس كده في علبه تانية، ونحاول ندلعهم كده. عايزه اقول لكم كانوا واقفين ورايا، هما ما سابونيش. هما فكركم سابوني؟ هما ما سابونيش. اعملي كذا، سوي كذا يا مامي، انا عايزه ده لونه بامبا. طبعا كريم اللانش بوكس بتاعه لونه اصفر، فعايز العلب لونها اصفر كده يعني. كانوا بيتشرطوا عليا. بصوا بقى هنا كسبت ايه على الصبح بقى، وشي الجميل اللزوز. كسبت 5 جنيه. الكيس البسكوت ده هنعمل فيديو ضرب نار. قسما بالله يا بنات انا شفت حاجه جوه الكيس ده لن تتوقعوا. مش عايزه احرق لكم المفاجاه عشان كلكم تشوفوا الفيديو وتتفاجئوا زي ما انا اتفاجئت، وتفرحوا زي ما انا فرحت. مش عارفه هتفرح اكيد طبعا، اللي بيحبني هيفرح لي. المهم استبحنا كده و5 جنيه زي العسل. وطبعا انا هنا عارفين لما الواحد بيجي له رزق كده يقوم بايسه في بقه وحطه على دماغه. انا عملت كده المال الحلال المال والله العظيم انا عسل، انا مامي عسل. انا عارفه يا جماعه. المهم هنا حطينا لها بقى في العلبة التانية شوية بسكوت كده كسناكس انها ايه تتسلى بيه. وبصوا حاجة كده كوتي موتي، يعني ايه ده؟ ايه الدلع ده؟ يا نهار ابيض، رجعوني طفلة يا جماعة، انا عايزة ارجع طفلة. المهم حطيت لها هنا بقى البسكوت ده، وهنحط بقى الميني بيتزا في النص. احلى حاجة في اللانش بوكس بتاع لوجي ان هو ايه متقسم، وهيساعدني ان انا ابدع لها في اللانش بوكس فيما بعد. لسه هينزل حلقات اكتر، وهينزل شغل فاخر من الاخر، بس استنونا. ده الميني بيتزا بقى. عماله اغيظكم انا كل شويه، مش عارفه في ايه الوليه دي. المهم حطيت لها هنا الميني بيتزا. طبعا كل واحد ليه طلبات في الميني بيتزا. يعني انا عامله صينيه للاستاذه لوجي، وصينيه للاستاذ كريم، وصينيه مختلفه جدا للاستاذ سليم، ولبسنا انا فيها مرضيش ياكلها. ما علينا. هنا خلصنا اللانش بوكس بتاعنا وظبطنا التظابيط ولبسنا وقلنا نتصور. كان اول يوم لسوسو حبيب قلبي وانا معاه، يعني هو راح يوم السبت كان باباه معاه، ما قدرتش انزل. وهنا بقى كنا وديناهم خلاص المدرسه هما التلاتة، ورحنا بقى نشوف حل. احساس برضو عارم بالفرحه ان انا خلصت من التلاتة من ورا قلبي والله. يعني اول يوم ده بالنسبه لي بيبقى احاسيس كده مختلطه مع بعض، اللي هو ايه ده هيسيبوني، طب مين هيلاقي فيا، طب متعوده على وجودهم معايا في كل حاجه في البيت. بس فجاه كده الاقي البيت فاضي وهم في مدرستهم وانا قاعده لوحدي، وجوزي في شغله طبعا. بس لكن النهارده طبعا احنا هنفضل هنروح نفطر الاول، وبعد كده نشرب القهوه بتاعتنا، ونرجع بقى نكون ايه هم قربوا ميعاد المروح بتاعنا. بس وربنا ما يقطع لنا عاده ابدا يا رب. وعقبال يا رب نوصلهم الجامعه، ويفرح كلكم ويفرحكم كلكم يا رب بولادكم، وتشوفوهم زي ما تتمنوا. مش عايز تقول حاجه يا عم للذكرى؟ كل سنه وانتم طيبين. بصوا عامل زي كريم. شوف فاكرين الفيديو بتاع المشتريات بتاع كريم؟ بس المقلم. بس السلام عليكم.